السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا وصفة بقى الكشري اللي في حلة واحدة، بدون بهدلة المطبخ وبدون بهدلة مواعين كتير، وكل حاجة هتعمليها في حلة واحدة بس. والطعم جميل جدا زي اللي بتاكليه من بره من محلات، ده فرق بس انت عاملاه في بيتك وبنظافة ايدك انت. تعالوا نشوف المكونات مع بعض. معايا مكرونة سباكيتي والعدس بجبة ده مغسول ومنقوع. معايا شعرية للرز، ورز مغسول بس، كوبايتين رز او على حسب يعني المقدار اللي انت عايزاه. معايا بقى اشكال مكرونات مختلفة، ومعايا بصل عشان اعمل بوق الورد بتاع الكشري. يلا بينا بقى على البوتاجاز نشوف المكونات بتاعتنا هنعمل فيها ايه، وان شاء الله هيطلع معاكم اطعم كشري في الدنيا كله. احنا كنا بنعمله الاول ونبهدل الدنيا، حلل حلل حلل، حاجة للعدس وحاجة للمكرونة وحاجة للرز. لا، الوقت الدنيا بقى تسهل علينا كتير. معانا حلة على النار حطينا فيها زيت، واختبرته كده ببصلايه عشان اشوفه سخن ولا لا. ما تقولوش ان الزيت ده كتير، لا هو مش كتير، الزيت ده عشان يعمل الطبخة كلها، انا مش هحط زيت تاني. الزيت ده هيعمل الطبخة كلها وفي حلة واحدة. استنيه بس الزيت بتاعي يسخن شوية، وهنزل بقية الزيت. خلاص بنزل بقية البصل عفوا، وايدي فيه بقى لحد ما يتحمر تماما، واطلعه على مناديل. بس هضيف له شوية كمون وشوية ملح عشان ينزل ميته بسرعة ويتحمر، ما ياخدش وقت مني على النار. وبرضو ايدي مستمرة في التحريك. ايوان كده. ما تنسوش بقى يا بنات اللايك والاشتراك في القناة. انتوا كل مرة بتتفرجوا على الفيديو وبتنسوا اللايك والاشتراك، وعندي نسبة الناس اللي بتتفرج عليا كتير مش مشتركين، بتزعلوني ليه منكم كده؟ برضو مخلينا في حلة الكشري دلوقتي. الكشري ده من الاكلات الجميلة جدا في الشتاء، يعني تحبيه تاكليه في الشتاء عن الصيف ده خالص. الكشري بقى والمحشي والعدس، الحاجات الحلوة دي نعملها مع بعض ان شاء الله في الشتاء. كل ده وانا مع البصلايه اهوت، وبحرك فيها كل شويه عشان ما تتلهفش مني على النار وما تتحمرش. هطلعها كده على مناديل واسيبها تنشف براحتها، وبعدين احمر الشعريه مكانها كله في نفس الزيت، مش هغيره ولا هصفيه. هو انا عايزه كله يبقى واخد من طعم بعضه كده، والطعم حلو. والله يا بنات جربوا الطريقه ديت، حلوه جدا وهتوفر عليكي مجهود كبير قوي. احنا كنا بنعمل، يعني كنت بكسل جدا اعمل الكشري ده بسبب المجهود بتاعه بتاع الحلل والمواعين بتاعته. بحاول ان انا اصفي الزيت من حاجات كتيره اهوت من البصل. اللي هيتبقى ده مش مشكله، عادي يعني هيدخل في الطعم. هنزل الشعريه كده وايدي فيها برضو احمر فيها لحد ما تاخد لون ذهبي حلو. خلاص كده اهوت. هنزل عليها بقى بالرز بتاعي اللي مغسول ومتصفي كويس جدا من الميه، ومفيش فيه ولا نقطه ميه. وكل ما هنزل مكون هسيبه يتحمر براحته على النار عشان ياخد سخونيه الحله، وما يعني مفيش الحاجه تعجن معاه. في نفس الوقت اللي انا بحمر فيه الرز ده والشعريه على النار، انا حاطه بيض يتسلق وحاطه حله بيسخن فيها ميه. لو عندك بقى الكتل، انا الكتل بتاعي بايظ، فحطيت حله على النار فيها ميه عشان تسخن واسقي بيها الكشري. إيه لو الكتل اللي عندك بقى كتل تسخني فيه ميه عشان تعملي بيها ايه، تشربي الرز والمكرونه والحاجه بتاعتك دي عقد الميه بتاعها. خلاص كده بستنى بس الرز ياخد من سخونيه الحله ويخرفش فيها، وهنزل عليه بالمكرونات. يعني مكونات بسيطة جدا عملت بقى أكلة حلة مليانة تاكلي انت وولادك لو جيتي تشتري الكمية دي من بره، والله العظيم هتكون كلفة كتيرة جدا عن ما بتعملها في البيت. انت بشوية رز، بكبشة رز في ايدك وكبشة مكرونة وحاجات بسيطة في البيت، هتعملي حلة بحلة تاكلي انت وولادك ونظافة وجميل.
حطيت اهوت المكرونات وبقلبها برضو، بحاول ان كله يدخل في بعضه. كده قلبت كويس خالص اهوت وسويت الوش بتاعها. وهنزل بالعدس بجبه اللي هو المغسول ومنقوع. ولازم اي بقوليات زي ما احنا عارفين تكون مغسوله ومنقوعه قبلها ب6 ساعات على الاقل، لا اما ليله كامله، عشان بتطلع غازات على الوش بتاع الميه اللي منقوعه فيها. الغازات ديت تبقى ضاره بالنسبه لنا، فبنرميها وبنشطفها كذا مره منها. واستنيت لما تحمر شويه، وبعد كده حطيت المكرونه الاسباجيتي. معلش الفيديو اتلخبط مني في الحته ديت. انا لما حطيت المكرونه الاسباجيتي هشوح شويه برضو، احاول ان انا اعملها كده، اقلبها في بعضها، وانزل عليها بالميه السخنه. ايوه يا محمد بص عليها اهو. ايوه كده. وما زودش الميه كتير، هو يدوبك كده الميه تكون على الوش بتاع المكرونه، لان المكرونه انتوا عارفين ان هي يعني ايه، هي الوقت ناشفه، فمجرد ما هتشرب الميه هتنزل. بس كده. احط بقى الملح بتاعي املحها، هدوق الميه بتاعتها عشان اكون متاكده من الملح بتاعي، لان ما تبوظش طبخه يعني عشان ما ادوقش، لا انا ادوق. خلاص كده هسيبها بقى، اغطي عليها واسيبها تغلي مع نفسها وتشرب الميه. حله تانية جبتها، وهحط بقى شويه زيت. وانا عامله كده خلطه في برطمان وحاطاه في التلاجة، وكل ما بيخلص بعمل زيه: توم على فلفل احمر على فلفل اخضر على خل وعصره ليمون. دي انا حطاها دايما لدقه الكشري عندي في التلاجة، فجاهزه عندي على طول، يعني مش مستاهل ان انا اعمل تاني. خدت معلقه منها اهوت، وزودت كمان حبه، وهحمر فيهم على النار. هي دي فيها كل حاجه، يعتبر الطشه كلها فيها، فمش هضطر ان انا احط بقى ايه، ولا اقشر توم ولا اعمل خل والكلام ده كتير يعني. اول ما احس انها اتحمرت وغلت كلها من كل ناحيه فيها، افضل احرك فيها كده شويه عشان تتشوح كلها حلو. تمام كده. ريحتها بقى ما اقولكوش عليه، جميله جدا. انا بحب ريحه التوم لما بيتشوح على النار. مين زي كده يكتب لي في الكومنتات. شايفين بتغلي ازاي من كل جنب؟ مستنياها بس يعني ايه، تفحفح كمان على النار كمان شويه. كل ما بتيجي هي تنشف بقلب فيها عشان تتحرك من كل جنب. ديت كده انا بأسس الصلصه بتاعه الكشري بتاعتي عشان تكون متطعمه وطعمها حلو. نزلت اهو بمعلقتين خل واسيبها تغلي في بعضها. هستنى بس الخل يتبخر على النار، واقوم نازله بالصلصه بتاعتي. الصلصه بتاعتي ديت جاهزه عندي في الفريزر، وكنت سايباها تفك. يعني انا صلصه مجهزاها، ودي اخر كيس اصلا من الصلصه اللي انا كنت عاملاها. وان شاء الله انا جايبه قفص طماطم وهنجهزه مع بعض، وتشوفوا الصلصه بتفضل عندي متخزنه والله من اول كيس لاخر كيس زي بعضه، مفيش حاجه بتسترد فيها ولا بتبقى وحش. هسيب دي بقى على جنب، احط لها الملح والتوابل بتاعتها، واسيبها على جنب ايه تستوى مع نفسها. مش هتاخد كتير لان الصلصه كده كده عندي متسبكه، يعني بس المكونات تدخل في بعضها وتطعم من بعض وخلاص. خلاص اهوت اتسبكت. هحط عليها بقى الملح بتاعها، حبه كزبره وحبه كمون. خدوا بالكم بتكون كده متطعمه وطعمها جميل. اوعوا تسرحوا في الكلام وتنسوا اللايك.
يا ريت ما تنسوش اللايك يا جماعه، انتوا كده بتشجعوني وبتخلوا الفيديو بتاعي يترفع. اقلب بقى كده وادوقها واحطها على جنب لانها خلاص كده استوت معايا. هجيب دقيقة بقى صغيرة خالص عشان اعمل فيها الدقة بتاعة الكشري. حطيت معلقة زيت بسيطة زي ما انتوا شايفين، وخدت برضو هاخد من البرطمان اللي معايا معلقة او 2 على حسب ما هحتاج. الحلة سخنة جامد ونزلت فيها هوت المكون بتاعي اللي هو في البرطمان اللي قلنا عليه توم وفلفل مفروم وشطة وليمون وخل، ده كله مضروب في الكبة ضرب ناعم جدا وسايباه في البرطمان عندي. على فكرة نفس الخلطة دي ممكن تعملوا بها الطماطم المخللة، هتكون طعمها جميل برضو. بشوح فيها اهوت وهسيبها برضو ايه تغلي مع النار شوية كده، وانزل عليها بمية. دي احلى دقة للكشري. اظبط ملحها، واول ما تغلي معايا تغلي شوية يعني حلوين كده، اقوم حاطة اهي قلبت جامد يعني معايا نص ليمونة هضيفها عليها واطفي. مش هسيب الليمونة تغلي كتير على النار عشان ما تمررش، ناخد بالنا من الحاجات البسيطة ديت عشان ما نفرقش في الطعم. كده خلاص قلبت الليمون اللي اتعصر وخلاص طفيت عليه. نفس الحلة اللي عملت فيها الدقة هعمل فيها الشطة بتاعت الكشري. حطيت برضو حبة زيت بصودا همت، وانزل بشطة ناشفة. دي بتكون شطة اللي بجيبها من عند العطار سوداني، اقل حاجة فيها حامية جدا، بس انا بحب الكشري بحب ان انا اعمله الدقة بتاعته حامية، فانا بكتر يعني براحتي. انتوا لو ما بتحبوش ما تعملوش وتستكفوا بالدقة بس. ديت اللي احنا بنجيبها من محلات الكشري اللي هو زيت الشطة، تبقى نار جدا، اقل كمية فيها يعني تتعب. انا بحذركم منها اهو. قلبتها كويس وحطيت عليها بقى هسقيها بالمية بتاع الدقة اللي احنا عاملينها وسيبناها على جنب من شوية. يتفرجوا بقى على الطعام والريحة. هسيبها برضو تغلي مع بعض كده وكل المكونات تستوي في بعضها، وهطفي عليها برضو. شايفين الحلاوة بقت عاملة ازاي؟ انا بوريكم اهو شكلها اهي بدأت تغلي برضو اهي، لان الدقة عندنا سخنة وهي سخنة فبدأت تغلي على طول معايا. كده خلاص بقى هطفي عليها واغرف طبق الكشري بتاعي. كده غرفت الكشري وغسلت خضرة وبصل اخضر، وكده البيض المسلوق اهو حطيت عليه شوية ملح وشوية فلفل وكمون. والدقة بتاعتي بعد ما حطيتها في الكاسات الصغيرة دي، وادي الشطة. مش عايزة اقول لكم بقى الشطة دي عاملة ازاي. اقلب بقى كده وادوق، انا اول واحدة لازم ادوق، امال ايه، مش احنا اللي تعبانين فيه. بس انا ما كانش عندي حمص، انتوا لو عندكم حمص بقى اسلقوا واعمليه كمان. انا ما كانش عندي حمص فعشان كده ما حطيتش، يعني عادي عادي يعني هيتاكل من غير حمص. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة ودعوة حلوة منكم كده. مع السلامة.